الإنسان الزهري. من هو الإنسان الزهري؟ في هذا الفيديو كما وعدتكم سابقا أيها الأحباب الكرام نتكلم بحول الله تعالى عن الإنسان الزهري. الإنسان الزهري يحمل بوابة بين العالم. نعم، في هذا الفيديو بإذن الله تعالى سوف نسلط الضوء على الإنسان الزهري الروحي. الزهري الروحي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الأحباب الكرام، هناك فئة من الناس يقال إن لديهم الحس الزهري الروحي. ليس لأنه سحر أو خرافة، بل لأن روحهم تحمل درجة عالية من الشفافية والإدراك والتأثر بالطاقة من حولهم. هؤلاء الأشخاص يعيشون بين عالمين: عالم المادة الذي نراه، وعالم الحس الذي لا يراه إلا أصحاب الأرواح المفتوحة. أولا بإذن الله، من هو الزهري الروحي؟ الزهري الروحي ليس شخصا خارقا ولا صاحب قوة غريبة غريبة، بل هو إنسان عادي، ولكنه إنسان حساس جدا للطاقة، يشعر بالأشياء قبل وقوعها. نعم، يلتقط نوايا الآخرين حتى لو لم يتكلموا، يمر بتجارب روحية عميقة، أحلام واضحة، رؤى أو إحساس قوي بالحدث. نعم، هو شخص روحه ليست نائمة بل يقظة. علامات الزهري الروحي. ما هي علامات الإنسان الزهري الروحي؟ من أقوى العلامات قوة الحدس الخارقة، يعرف الصواب من الخطأ دون دليل. الأحلام التي يراها في منامه، يرى رموزا تتحقق بعد أيام. نعم، وكذلك الإنسان الزهري تأثره بالناس والطاقة بسرعة، يتأثر بالناس ويتأثر بطاقة سلبية خارجية. الإحساس بالمكان الذي يشعر به الإنسان الزهري الروحي، إذا كان المكان فيه راحة أو ضيق. نعم، العزلة، وهذه العزلة تكون عزلة اختيارية. نعم، لماذا الإنسان الزهري يختار العزلة؟ لماذا؟ الإنسان الزهري لا يهرب من الناس، بل روحه تحتاج إلى الهدوء، روحه تحتاج إلى طاقة قوية، روحه تحتاج إلى أن يجلب طاقة بالذكر والأذكار وقراءة القرآن. نعم، وهذه العزلة لا تكون عزلة فقط اختيارية، لا يهرب من الناس، بل روحه تحتاج إلى الهدوء. الصدف المتكررة، الصدفة المتكررة، أشياء تتجمع عنده بطريقة غير عادية. لماذا يسمى زهري؟ لأن طاقته تميل للون الزهري، وهي طاقة أولا هذه الطاقة. لماذا يسمى زهري؟ لأن طاقته تميل إلى اللون الزهري، وهي طاقة سلام، تعاطف، حدث، نقاء داخلي. ولأن روحه قريبة من التوازن بين العاطفة والعقل. نعم، التحديات التي يعيشها الزهري الروحي:
ليس كل شيء جميل، فالزهري يعاني من استنزاف الطاقة بسرعة، تعلق البعض به دون سبب واضح، شعور بأنه إنسان مختلف، وكذلك أنه يخوض معارك داخلية بين القلب والعقل. نعم، حساسية مفرطة للأماكن الثقيلة أو الأشخاص السلبيين. هذه الأمور ليست ضعفا، بل هي دليل ورمز للقوة. ما هي رسالته في هذه الحياة؟ الزهري الروحي غالبا دوره يكون في الشفاء، في الهداية، في إرشاد الناس، في تهدئة النزاعات، رفع وعي المحيطة. هو ليس مجرد أن يكون معالجا بالضرورة، لكن وجوده بحد ذاته يطهر الجو. نعم، كيف يحافظ الزهري على طاقته؟ كيف يحافظ الزهري على طاقته؟ بهذه الأمور التالية. نعم، تجنب الأماكن المزدحمة، الاستحمام بماء دافئ وملح، قراءة القرآن والأذكار، النوم الكافي، تجاهل الناس الذين يحملون نوايا مريضة، التركيز على رسالته لا على رأي الآخرين. خاتمة أيها الأحباب الكرام، الزهد الروحي ليس حالة نادرة، بل نعمة أحيانا لا يفهمها كثير من الناس، أحيانا لا يفهمها صاحبه إلا بعد سنوات. هو شخص اختارته الحياة ليكون مرآة يرى بوضوح ما لا ينتبه إليه غيرها. وكلما الإنسان الزهري عرف نفسه أكثر، كلما صار أقوى وأعمق وأكثر تأثيرا. الإنسان الزهري الذي يحمل روحا نقية، يحمل روحا عذبة، يحمل روحا تحب الآخرين. هذه هي علامات الإنسان الزهري. إذا كانت فيك هذه العلامات، فاعلم أخي الكريم أختي الكريمة على أن طاقتك يجب عليك أن تحافظ على هذه الطاقة، طاقة زهرية عالية، طاقة روحية، يعني يجتذب إليها الناس الآخرين، ويحبه الناس قبل أن يتكلم، ويفهم الناس قبل أن يتحدث. كل هذه الرموز وكل هذه العلامات تشير إلى طاقة روحية جيدة. أيها الأحباب الكرام، في فيديو قادم بإذن الله تعالى سوف نسلط الضوء على الإنسان الزهري المحسود، كيف الإنسان الزهري يتأثر بالحسد. تابعوا هذا الفيديو ولا تنسوا المشاركة في قناتنا. الدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.